لو قلت لك ان طفل عنده متلازمه داون هيقدر يتعلم وينجح ويشتغل ويعيش حياه طبيعيه جدا، هتصدق؟ تخيل كده انك مستني مولودك بفارغ الصبر وكل الاحلام مرسومه في دماغك، وفجاه يجي الدكتور يقول لك ابنك عنده متلازمه داون. في اللحظه دي اغلب الاهالي بيحسوا ان الدنيا وقفت، وكمان في الف سؤال بيدور في دماغهم، زي يعني ايه متلازمه داون؟ هل ابني هيعيش طبيعي؟ هل هيعرف يتعلم؟ هل هيعرف يتكلم ويكبر ويلعب زي باقي الاطفال ولا لا؟ الغريب هنا ان الخوف اللي بيحصل في اللحظه دي بيكون سببه الاكبر مش متلازمه داون، ولكن المعلومات الغلط اللي سمعناها عن متلازمه داون السنين اللي فاتت هي سبب الخوف. عشان كده النهارده هنتكلم ببساطه جدا عن متلازمه داون وايه حقيقتها وليه ناس كتير فاهمينها غلط. اول حاجه لازم نعرفها ان متلازمه داون مش مرض معدي ومش حاجه حصلت بسبب خطا من الاب او الام اثناء الحمل. تاني حاجه لازم نعرفها ان جسم الانسان الطبيعي فيه 46 كروموزوم، وببساطه جدا ال 46 كروموزوم هم اللي شايلين التعليمات اللي بتحدد طريقه نمو الجسم. الطفل اللي عنده متلازمه داون بيكون عنده نسخه اضافيه من كروموزوم رقم 21. الطبيعي اننا بنكون عندنا نسخه من الاب ونسخه من الام، يعني نسختين. طفل متلازمه داون بيكون عنده نسخه زياده، يعني بيكون عنده 3 نسخ. طب هل كروموزوم واحد زياده يفرق للدرجه دي؟ الإجابة لكن مش بالطريقة اللي ناس كتير متخيلاها. الكروموزوم الزيادة بيخلي نمو الطفل وتطوره أبطأ شوية، يعني ممكن يتأخر في الجلوس أو الحبو أو المشي أو الكلام مقارنة بباقي الأطفال التانيين، لكن كلمة أبطأ لا تعني المستحيل، ودي نقطة مهمة جدا، لأن ناس كتير قوي لما بتسمع تشخيص متلازمة داون بيفتكروا إن الطفل مش هيعرف يتعلم أو مش هيبقى ليه مستقبل، وده واحد من أكتر المفاهيم الخاطئة المنتشرة بين الناس. الحقيقة إن أطفال متلازمة داون بيفهموا وبيتعلموا وبيحبوا وبيكون عندهم شخصيات مختلفة زي أي طفل تاني. في أطفال منهم بتحب الرسم، وفي أطفال بتحب الرياضة، وفي أطفال بتحب الموسيقى، وفي أطفال منهم بيكون عندهم مهارات اجتماعية رائعة. أطفال متلازمة داون يمكن يتعلموا بسرعة أقل شوية لكنهم بيتعلموا، يمكن يحتاجوا دعم أكتر لكنهم بيتطوروا. وهنا أحب أقول لك حاجة مهمة جدا، وهي إن المشكلة الحقيقية اللي بتواجه أطفال متلازمة داون مش الكروموزوم الزيادة، وأحيانا بتكون المشكلة الحقيقية هي نظرة المجتمع ليهم. نظرة المجتمع ليهم ازاي ده بيحصل؟ لما الناس بتفترض ان الطفل مش قادر قبل ما تديله فرصة. تاني حاجة لما الناس بتركز على اللي مش بيعرف يعمله وبتسيب الحاجات الكتيرة اللي بيعرف يعملها. تالت حاجة لما نقعد نقلل توقعاتنا منه بشكل مبالغ فيه. وده بيخليني اسألك سؤال مهم جدا، لو طفلين دخلوا نفس الفصل واحد منهم عنده متلازمة داون والتاني لا، هل معنى كده ان الطفل الاول مستحيل ينجح؟ الإجابة أكيد لا. النجاح مش بيتحدد بكروموزوم زيادة أو كروموزوم ناقص، النجاح بيتحدد بالدعم والتعليم والفرص اللي بنوفرها للشخص. خليني أقول لك معلومة يمكن تفاجئك، وهي إن في أشخاص كتير حوالين العالم عندهم متلازمة داون وشاركوا ببطولات رياضية كتيرة واشتغلوا في وظائف مختلفة وحققوا إنجازات مميزة جدا، وده دليل إن التشخيص مش هو اللي بيحدد مستقبل الإنسان. طيب إيه دور الأهل؟ دور الأهل مهم جدا من أول يوم، وخلينا متفقين على حاجة، وهي إن كل ما كان التدخل المبكر بدري كل ما كانت فرصة تطور للطفل افضل بكتير. العلاج الطبيعي بيساعد على تحسين المهارات الحركيه، وجلسات التخاطب بتساعد على تنميه التواصل واللغه، والعلاج الوظيفي بيساعد الطفل ان هو يعتمد على نفسه بشكل اكبر في الانشطه اليوميه. ومع الوقت والتدريب والدعم الطفل بيحقق تقدم كبير جدا اكتر من المتوقع. وفي النهايه عايزك تفتكر حاجه واحده بس، وهي ان متلازمه داون مش تعريف لشخص خالص، وهي مجرد جزء من حياته، وان الطفل مش عباره عن مجموعه كروموزومز، الطفل عباره عن انسان كامل عنده مشاعر واحلام وقدرات وفرص للنجاح. وعشان كده المره الجايه اول لما تشوف طفل عنده متلازمه داون ما تبصش اول حاجه على الاختلاف، بص على امكانياته، بص على الحاجات الجميله اللي بيقدر يعملها. وفي النهايه عايز اقول ان كل طفل يستحق فرصه حقيقيه انه يتعلم وينجح ويحقق احسن نسخه من نفسه. وما تنساش تبعت الفيديو لاي حد عايز يعرف الحقيقه عن متلازمه داون. والسلام عليكم.